انا نفسي افهم بجد ازاي واحنا داخلين على نص 2026 وانت لسه بتتابع الناس دي. يعني انا بجد مش فاهم. يعني انت ابوك صرف عليك ودخلك مدارس وبعد كده دخلك جامعة وفي الاخر تتابع الناس دي برضو؟ مش عيب عليك؟ يوسف نقول لك وبكل صراحة ان انت لو بتتفرج على اي حد من اللي انا هتكلم عليهم في فيديو النهاردة فانت مع الاسف عندك مشكلة في الحد الادنى للتفكير. يعني بجد بجد انت لا تقل اي شيء عن حلتيتا. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. وخلينا بسرعه كده نخش في موضوع حلقه النهارده، عشان حلقه النهارده كده ملبسه حته الزبده كده اللي بتتسيح على الفول كده وانت بتتسحر كده. ياه رمضان خلص بسرعه قوي. ولكن طبعا قبل ما الفيديو يبدا ما تنساش ان انت تشترك في القناه، لان احنا عندنا هنا رحله النص مليون بدات. وكمان انت لازم تعمل لايك للفيديو، وده امر. عارف ليه؟ بص لي كده وقول لي عارف ليه؟ والله ولا انا مش عارف انا كمان. فالمهم بقى ان انت تعمل لايك وتيجي على الانستجرام وتيجي على قناه الواتساب ونعرف ليه سوا كده. وخليني دلوقتي اسالك سؤال مهم. عارف ماهر مهران؟ طيب انا دلوقتي نفسي اعرف انت ليه بتتفرج على حد بيكسل ان هو يتصور لك عشان الصوره المصغره؟ يعني الراجل اساسا مش عايز يلفت انتباهك. يعني بصراحه الراجل ده من اول ما بدأ القناه هو تعبان. هو دخل كده عمل حساب جيميل وكتب الاسم والباسورد وتصور 3 صور وخلاص. بس يلا يا ماما، ماما انا بقيت يوتيوبر، ماما خلي اصحابك في الشغل بقى يشتركوا لي ويتفرجوا على فيديوهاتي الوحشه. من النهارده هكون مرضية. يعني بجد حرفيا الراجل لما بدأ القناة اتصور 3 صور بس، ما عملش حاجة غيرها. يعني هو بعت ال3 صور دول للديزاينر، والديزاينر بقى بيفضل يعمل صور مصغرة كده في خياله ويستنى يقول له فكرة الفيديو ويقوم لازق فيها الفكرة. يعني مبدئيا كده كسل في التصوير، وكمان ما بيحترمش عقلية اللي بيتفرج عليه. بص الكلام ده ليك ولأي صانع محتوى. انت لازم تحترم المشاهد عشان المشاهد يحترمك، عشان لا مؤاخذة كده المشاهد ده هو اللي بياكلك عيش. فانت لو ما احترمتوش هيزهق منك وهيمشي. يعني ده انا لسه داخل القناة بقالي 3 دقايق واتكلمت خلاص ساعة الا ربع بتكلم. ده احنا لسه ما فصصناش القناه. اهدى علينا شويه يا عم ماهر. طبعا زي ما انتوا عارفين ماهر بيصطاد المشاهد بكل سهوله. ترند مريم وامسك في حبيبك تبت صدمني بجد ما بيعرفش يكتب، ما بيعرفش. انا واخد مش عارف اقرا العنوان. ترند تحدي الارقام خرب الدنيا في مصر، اسراء نبيل. وطبعا لازم يديك البوز اللي هو يلا يا جدعان انا مستغرب. خشوا دلوقتي على الفيديو. ترند مريم فضح كل بنت وصدمني. حقيقة مريم. يا ترى ايه هي حقيقة مريم؟ خشوا اتفرجوا عليا عشان مش هتعرفوا حاجة برضو. ميدو وسماسيمو اتطلقوا تاني وسماسيمو موتت نفسها. طيب طلع تعمل فيديو ليه على واحدة ميتة يا ماهر؟ يعني دي حاجة تتاجر بيها؟ يعني هي لو عملت كده بجد يعني دي حاجة تتاجر بيها؟ ولا انت بتتاجر بأي حاجة؟ صح انا نسيت، انا اسف. وطبعا على ذكر التجارة ولان ماهر مهران ما بيحترمكش. ايوه انت ما بيحترمكش انت. ايوه طالما بتتفرج عليه فهو ما بيحترمكش. كذب في العناوين، كسل في تصوير الصوره المصغره، وطبعا لازم يجيب لك طبعا بنات شكلها مثير في الثامنيل، وده طبعا عشان يدفع الايجار اخر الشهر. وده مش عيب يعني. انا لما تلاقوني بخرف كده بعرف برضه ان انا في حاجه عايز ادفعها، يعني عايز اتجوز بتاع، فيعني مش هنتكلم في الحته دي او خلي الطاجن مستور. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ اشتقنا. يعني انت يا اسطى مش خليجي ومش كهراوي ماشي، دي عديناها. كمان بقى مش عارف تقلدنا ولا تقلدهم. طب انت مع مين؟ ولا عايز تقلد مين؟ ولا عايز تبقى من انهي طبقه؟ ما انا عايز افهمك. يلا بينا نبدأ فيديو النهارده وخدوا واحدة. ليتس جو. لا دي انا عارفها كويس. دي بقى انا عارف انا شفتها فين. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ولا اقول لكم خلينا نسكيب الحته دي، لان العيال دي ليها فيديو مخصوص عندي، هو والكلبين بتوعه. انا ما اسمحلكش. ماهر مهران في العموم بيستخدم اسوأ نوع فيديو رياكت بيتقدم. عارفين كده اللي هو نوع الفيديو رياكت اللي هو بتاع ايه ده؟ اوبا هي ازاي تعمل كده؟ هي ايه اللي هي لابسه ده؟ فين اهالي البنات دي؟ عارفين اللي هو نوع الفيديو رياكت بتاع فين اهلها؟ هي دي بقى نوعيه الرياكت اللي هو بيقدمها لنا. يعني حاجه كده زي فيديوهات محمد اوتاكا في 2020. واللي ما يعرفش محمد اوتاكا كان بيعمل رياكت زمان. يعني يعتبر محمد اوتاكا من اول الناس في مصر اللي عملت محتوى اللي هو بتاع ايه ده؟ يا لهوي لا يا ماما يا ده انا جاي دلوقتي. قال في نوع الرياكت ده هو بقى كان بيعمله. طبعا بقى التطور بتاع محمد اوتاكا هو ماهر مهران، ولكن اوتاكا ساب الرياكت فاللي استلم مكانه ده. ايه ده؟ هي ازاي تلبس كده؟ انا مش عارف والله يا شباب. اللي عارفين ده تحس ان ملك دهشان هي اللي بتعمل الرياكت. انا بنوده.
الشعر انا برضه يعني. قلت يا باشا مش انا اللي اغفل، ما في الحوار قطر ومتقفل، لا مش انا. واحنا قاعدين لنا ساعتين عاوزين نعرف يعني ايه مريم اللي طالعه ترند اليومين دول. يعني ايه مريم؟ لا بجد بجد يعني ايه مريم؟ انا هتجن واعرف يعني ايه مريم. مين مريم اللي مجننه كل الناس دي؟ فظيع في الرياكت. اول لما بيلمح الفيديو كده بيجيب الافيه وهو طاير. يعني ماهر مهران من الناس اللي اول ما بتلمح فيديو رياكت كده من اول 5 ثواني من اول الاعلان هو بيجيب الافيه، يعني فاهم؟ مش متفهمش غلط. طب ما تقول لنا يعني ايه مريم؟ ايه؟ هو ده يا اسطى اللي انا بتكلم فيه. هو ده، هي دي نوعيه الرياكت اللي مسوقه سمعتنا. ليه؟ لان هو ما بيعملش حاجه، هو بيشوف الفيديو كده يقول لك ايه ده؟ انا مش عارف ايه، تحس ان هو بيرياكت لواحد اعمى. وبالمناسبه انا هعمل فيديو مخصوص عن الناس اللي بتعمل رياكت للناس العمي، فتاكد ان انت مشترك في القناه عشان ما تفوتش الفيديو ده. طب سيبكم من ده خالص. التاني ده بقى انا نفسي افهم انتوا ازاي بتشبهونا ببعض؟ ازاي بلاقي منشنات ليا وليه على نفس الفيديوهات على اساس ان هو في نفس المستوى بتاعي من الكوميديا، على اساس ان هو في نفس المستوى بتاعي اصلا. شريف ريشة ده بقى بيعمل اي حاجه، لا اي حاجه حرفيا. يعني فيديو رياكت تلاقيه بتلبس عبايات فلاحي. ثانية يا بيبي، لا وفخورة قوي ولا كأنها أحلى واحدة في العالم. ايه العبط ده بقى؟ ايه الست العبيطة دي؟ They say, psych, I actually have $10,000 for you because you spread kindness. ما تقولي يا بنت اللهم إني أسألك ايه؟ يا رب. وبعدين بقى في الولاية المجنونة دي انت بتعملي ايه؟ انت بتموتيها ولا بتزهزغيها؟ سكتشات بصينة تلاقي. بكام الاجره يا اسطى؟ 5 جنيه الواحد. هات ايدك عشان بخاف. وحشتين. وكذلك انت. قومي ساعد امك في اي حاجه، انا لسه جاي من الشغل تعبان مش قادر. وانا كمان لسه جاي من المدرسه مش قادره. روح، احنا لسه نازلين بقى، لسه اليوم طويل. انا قلت لك الطرحه ما تعملهاش كده. كل ده عشان تيجي مستناك بقى لي نص ساعه. محتوى اسدال تلاقي. بط ومحشي. انا سايبه لابوك الاكل على الرخامه عشان لما يصحى تقومي تعملي الاكل وتنيميه. اللهم احفظ لي اولادي. اعلانات قمار تلاقي. ايه ثواني كده، قمار؟ يعني انت يا اسطى دمك تقيل وما تقدرش تضحك حد اكبر من مثلا 13 سنه. انت عمرك في الضحك اخره 13 سنه، لو الواد كبر بقى عنده 14 مش هيضحك عليه. وكمان عايز تدخلنا النار. انت يا اسطى في ايه؟ ولا دنيا ولا اخره سايبنا في حالنا. انت يا ابني مفيش منك اي استفاده خالص. يا رب انا ماليش غيرهم، عيالي دول اهم حاجه عندي في الدنيا. يا رب يا رب اشوفهم كده مستورين في بيوتهم يا رب ومتجوزين. إلهي يا رب يغسلوكي يا رب في غسالة تنزلي كده فتل 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 فتل. يطلع سواق التوك توك أحول يدوسك يا رب يفرمك كده. لا قطر جاي. بيقول لك الناس اللي بتفهم اول لما بتشوف فيديوهات شريف ريشة بيبقى رياكشناتهم عاملين كده. يا اسطى بجد بجد والله انت محتاج تراجع نفسك كتير قوي. حرفيا في قرارات كتير قوي في حياتك محتاج ان انت تراجعها. يا اسطى انت محتاج تستحمى. تعالى اقول لك لا مؤاخذه كده تستحمى ازاي. طبعا بعد ما وصلنا للربع الاول من 2026 بسلام وامان يعني، وبما ان الرحله بقت صعبه فلازم حد يكون معاك في الرحله دي، حد كده يديك نصايح من جوه قوي. عارف انك بقالك 20 سنه بتستحمى غلط؟ تعالى اقول لك لا مؤاخذه كده تستحمى ازاي. انا عن نفسي بستحمى اونلاين. اشترك دلوقتي في القناه وتعالى جروب التليجرام عشان اعلمك ازاي تستحمى. جيب فرشه سنان مانيوال وتفرك ورا ودانك بغسول الجسم. الشيوخ اللي هتقولي الوضوء بنظافه بس متكوي بالميه، اقول لك لا، شم عندك ايه هتلاقيها باكابورت. اوه ياه باكابورت. انا بتكلم بطريقه سمارت جدا عشان احسسك ان انا احسن منك واعرف هنصب عليك كويس. جرب كده تشم ورا ودانك عشان ثواني كده بس. يعني هشم ورا وداني ازاي يعني هل استاذ مكاوي دلوقتي بقى يقدم كورسات لافيال؟ ما اصل الفيل هو الوحيد اللي هيعرف يشم ورا ودانه. يعني ازاي اشم ورا وداني؟ وازاي انت قلت حاجه زي كده؟ وازاي الناس عدت حاجه زي كده؟ انا اجرب اشم ورا وداني يعني. بيقول لك اعمل لنا فيديوهات عن ستايلات اللبس الشتوي ونختار ايه مع ايه. انا عملت كورسين لبس حرفيا، الفيديو فوق ال 20 دقيقة ومحدش اتفرج. لحد امتى هفضل امثل اني بكلم نسوان؟ تعال اقول لك بقى ازاي تحلق شعرك. فهات يلا فازلينك وتعالى معايا على الحمام اوريهولك. دكتور مكاوي ده هيكون عبارة عن أخ كبير ليك، هيحتضنك دايما، هيرشدك للصح، عمره ما هيسيبك تغرق، دايما هينور بصيرتك. ساعات حمادة بيسرح
وتطلب معاه انه يصحى في اوقات ملهاش لازمه. انا بقول كفايه كده على دكتور مكاوي لان هو برضه ابتدى يسرح. بس قبل ما نودعه ما تنساش تغسل ورا ودانك عشان الريحه بتكون باكابور، وما تنساش تخش معايا كورس الاونلاين. لو انت دلوقتي مغفل وبتتفرج على مكاوي عشان بيستخدم اساليب ممكن تقنعك ان هو خايف عليك او بيديك نصايح مفيده والكلام ده، ممكن اقول لك ماشي، ولكن ده برضه ما يمنعش ان انت مغفل. ولكن اللي انا مش قادر افهمه، انت ليه بتتفرج على كروان مشاكل؟ يعني انت كبني ادم ذو قيمه، عندك عقل، ابوك كل شهر بيتعب وبيشقى وبيدفع لك اشتراك النت وعلمك في مدارس ودخلك جامعات واداك دروس، وفي الاخر تتفرج على كروان مشاكل؟ يعني ايه اللي يخليك كبني ادم عنده ب3 جنيه حد اقصى للتفكير يخلص باقة الانترنت بتاعته على كروان مشاكل؟ ايه يعني ايه اللي انت شايفه ايجابي في كروان مشاكل يخليك تتابعه، مش تتفرج عليه في لقطة او 2؟ لا، في ناس متابعة كروان مشاكل، في ناس بتحب تشوف الستوري تايم بتاع كروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كروان هنا طبعا وهو بيصلي حب يديها كده نظرة سريعة على الكاميرا عشان طبعا ما يعيدش الصلاة تاني، ده لسه مصلي 4 ركعات، ومن كتر ما هو كان مهتم جدا يعني بالتصوير وان الصلاة تطلع في احلى مظهر موجود، نسي التشهد الاخير. طبعا دلوقتي في فئة من المحنكين والناس طبعا اللي بتكشف الغامض والمثير هتقول لي ما ده ممكن يكون سجود سهو. هرد عليه واقول له يا اللي بتتابع كروان مشاكل، ودي في حد ذاتها شتيمة. كروان اساسا ما يعرفش العشاء كام ركعة. العشاء كام ركعه كروان؟ هتحسن يا متاحم، حول ولا قوة الا بالله. 3 متاحم في ايه؟ اهو ده اللي بتقول لي اكيد سجود سهو، مش عارف العشاء كام ركعه اساسا. وبس كده في نهايه الفيديو حابب اقول لك يا ريت تتابع ناس بتفهم، اتفرج على ناس بتقدرك وبتحترمك وبتتعب عشانك زي كده مثلا. ما تتفرجش على اي حد يستغلك باي طريقه ما تتفرجش على حد بيحط لك اعلانات مراهنات في النص كده عشان يجيب فلوس على قفاك. وبس كده ما تنساش تشترك في القناه وتيجي على الانستجرام وقناه الواتساب، ولو عايزين نعمل جزء تاني من الفيديو ده يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبس كده انا شادي EGN واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام. انا بقالي كتير قوي بصور، بقالي كتير قوي.